5/2/2022 المؤتمر الثالث للعلوم الطبية بالأقصر. ده مؤتمر كان خاص بالتحاليل الطبية المختلفة وتحديدا تحاليل الدم. في أي مؤتمر بتكون فيه شركات راعية للموضوع، وأغلبهم بيعرضوا منتجاتهم في المؤتمر، سواء أدوية أو أجهزة أو خدمات طبية مختلفة. في المؤتمر ده كانت الشركات بتعرض أجهزة طبية في مجال التحاليل الخاصة بالدم، وكانوا بيقدموا ورش تدريبية في مجال التحاليل. بداية المؤتمر كانت مع محاضرة عن الأنيميا، وعلى عكس ما أنا كنت متوقع إني مش هلاقي استفادة علمية، لأني استفدت كتير، لأني أصلا كان عندي خلفية عن الموضوع. وهنا نطلع بقاعدة إن تحضيرك للموضوع اللي هيتشرح في السكشن أو المحاضرة أو الدرس هيخليك تطلع بأقصى استفادة عند حضورك، وهيزود فهمك واستيعابك بشكل كبير، وهيشيل عنك جزء الملل اللي بيكون في المحاضرة. نرجع للي كنا فيه. بعدين كان في محاضرة عن التغذية العلاجية ومحاضرة مايكروبيولوجي وإسعافات أولية وتحليل كيميائية، والحمد لله استفدت منهم كلهم، ومن كل دكتور شرح. معظم المعلومات اللي اتقالت أنا كنت دارسها، ولكن ما كانتش منظمة في دماغي بالشكل اللي اتشرحت بيه في المؤتمر، لأنهم كانوا بيتناولوا الموضوع من منظور أعم وبشكل كلينيكال أكتر. بعدين كان في محاضرة عن مجال البايوفيزيكس، ونقف هنا لحظة عند المحاضرة دي، لأن اللي كان بيديها هو الدكتور محمد ياسر الصدفي، واللي اتكلم فيها عن مجال البايوفيزيكس، واللي ما كنتش أعرف عنه حاجة. وعرفت إن ده مجال بتدخله من كلية علوم، ومجال مهم جدا لطلاب كلية علوم، ومليان بتخصصات مختلفة ومميزة بتفيد المجتمع الطبي كله. اتعلمت كمان من المحاضرة دي إن المجال الطبي كله بيكمل بعضه. المؤتمر كان فيه استفادة كبيرة من الناحية العلمية ومن ناحية العلاقات والمعارف اللي كونتها، وكان فيه نماذج مشرفة زي الدكتور محمد ياسر الصدفي كنموذج للكفاح وحب العلم والباحث العلمي المجتهد. هسيب لكم قناة اليوتيوب بتاعته في الديسكريبشن. زي ما طلعت من مؤتمر أسوان بدكتور عمرو حسن كنموذج وقدوة للدكتور المجتهد واللي ما بيملش من القراءة فيما هو جديد في مجاله. وفي النهاية حابب أشكر صديقي أيمن على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا أيمن. المؤتمرات بتفتح لك دماغك على نماذج مختلفة في الكارير بتاعك. في المؤتمر ده على وجه الخصوص اتعلمت التعاون بيكون ازاي ما بين المجال الطبي كله، وان كله بيكمل بعضه في المجالات الطبية، وكل الوظائف الطبية لها دور اساسي في العملية الطبية، ومفيش حد منهم مش مهم. وبس كده، سلام.